في صدد هذه الآية المباركة التي ابتدأت بها الكلام: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ماذا قال الإمام الصادق عليه السلام عن مفردة ليعبدون؟ قال عليه السلام: ليعبدون أي بمعنى ليعرفون، أي أن الله سبحانه وتعالى الهدف والغاية من خلق الخلق لكي ماذا؟ لكي يعرفوا إخوان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعرفون. لما نرجع إخواني إلى نهج البلاغة، ماذا يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا الموضوع المهم والخطير في نفس الوقت، ألا وهو المعرفة؟ يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أول الدين شنو؟ معرفته. عجيب، أنت إذا تريد دين صحيح كذا لابد أنه شنو؟ لابد عندك معرفة، لابد تتعرف صحيح على هذا الدين بالشكل المطلوب. لما نرجع أيضا إخواني إلى أخبار كثيرة، مثلا سيد الشهداء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا يقول عن المعرفة وأهمية المعرفة؟ يقول إمامنا الحسين عليه السلام: الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عما سواه، بعد عما سواه أو عمن سواه. أمير المؤمنين عليه السلام كذلك يقول لكميل بن زياد: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الله أكبر. يقول له: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها شنو أخوان؟ إلى معرفة. ليش؟ حتى تكون هذه الحركة، هذا المسير بالاتجاه الصحيح، لابد أن يكون نابع من شنو أخوان؟ من معرفة، مو من جهل. لأنه السائر عندنا في الروايات إخوان، السائر على غير بصيرة، على غير علم، على غير معرفة، لا تزيده سرعة المشي إلا بعدا. وما يمشي بالطريق الصحيح شلون يوصل؟ فش تزيده سرعة المسير؟ شو تزيده؟ زيده بعد إخوان. وكذلك إخواني أيضا حتى في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى هو يقول: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي شنو؟ لكي أعرف. حتى الله سبحانه وتعالى يقول هكذا، ليس فقط على مستوى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لذكرهم الشرف والصلوات. اللهم صل على